النهارده هتكلم معاكم على موضوع حساس شويه، وبيقف قدام امهات كتير قوي. الكلام مع البنت المراهقه، حديث حصل بين الام وبنتها، والام بتحسب انها اتصرفت صح تماما في هذا الحديث. الام اكتشفت ان البنت بتتصل بولد، فقالت لها وجابتها، قالت لي لا ضربتها ولا زعقت ولا اي حاجه، انا جيت قعدت معاها واتكلمت معاها بهدوء، وقلت لها ان ده مش هينفع وان ده مش مقبول، واوعديني ان ده مش هيحصل تاني عشان ابقى بينا وبين بعض ثقه وصداقه. والبنت قالت لها اوكي. وبعدين اكتشفت بعد شويه ان البنت ما زالت بتكلم الولد، فانفجرت وقالت لها انا كده فقدت الثقه بيكي، وممنوع 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 وممنوع، ودخلنا بقى في قائمه الممنوعات. الام بهذا الحديث بهذه النوعية هي اعتبرت ان هي اتكلمت معاها بشكل صحيح ومناسب. طبعا يا جماعة ده مش صح خالص. احنا كده بنريح دماغنا وبنخليهم يكذبوا علينا، وبنقنع نفسنا ان احنا عملنا اللي علينا والعيب فيهم، وده مش صحيح. المراهق علميا اسمه مراهق، بس احنا في عندنا مفهوم عقائدي ما بنعرفش نوصله واحنا بنتكلم علميا مع الكالتشر او العالم الغربي، انه بمجرد البلوغ اصبح هذا الكائن كائن عاقل بالغ مكلف. الكلام الثلاث نقط دول مش موجودين في قاموس العلم الغربي. مش حاجه اسمها بعد البلوغ يبقى مكلف. هم عندهم المكلف ده بعد 21 بقى و18 وحاجات تانية خالص. لكن لو البنت بلغت عن 9 سنين 10 سنين 11 12 وات ايفر بقى، هي قدام ربنا لو عاشت يوم واحد هتتحاسب عليه. يبقى حضرتك بتتعاملي هنا مع كائن مسؤول ولا كائن اهبل؟ كائن مسؤول. المراهق يا جماعه كائن مسؤول. ونتكلم في المراهقه كتير لانه في ناس يعني بتبقى شايفه ان المراهقه دي احنا اللي عملناها والعلم اللي عملها، ومفيش حاجه اسمها مراهقه في الدين وي 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 وي، مع ان احنا اللي مش فاهمين. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ عاقل بالغ مكلف. يعني حضرتك اول ما الولد والبنت يبلغوا اصبحوا قدامك كائن مسؤول منفصل، هو مسؤول عن تصرفاته وهيتحاسب عليها. كون بقى ان الكالتشر بيقول انه يقعد معاك لغايه ما يبقى عنده 35 سنه، دي قصه تانية، بس هو في الاخر هو قدام ربنا من اول ما بلغ هو اصبح مسؤول مكلف عاقل. طيب الكائن لما بيكون عاقل ومكلف، مش كلمه ولا نصيحه ولا خوف ولا شبشب ولا منع الموبايل اللي هتخليه يمنعه انه يبدا يفكر ويختار ويجرب. فانا لازم اتعامل مع عقله. يعني احنا لما بنقول قربوا من الولاد، طبعا كلمه صاحب الولاد دي انا يعني ما عنديش الحته دي صح. انا بخاوي العيال، يعني المخاويه غير الصحوبيه، لانه المخاوي او الاخ بيبقى له حق الحب والنصيحه. ما ينفعش اقول انا صاحبتي او صاحبي ممكن يقول لي والله انا قلت لك اللي عندي وانت حره، اوكي. لكن انت لما تكون اخويا، كلمه اعملي اللي اعمليه ويجي على دماغك دي مش بسهوله. فانت بتبقى عندك الحته بتاعت انه انا لا، ما انا خايف، ما انا خايف عليكي، ما انا عايزه اقول لك الصح واشربه لك بالمعلقه. فحته ان انا ليا حق النصيحه والحب والخوف تيجي مع ان انا اخوكي او اختك. لكن تيجي مع الصحوبيه لا، ما تجيش. الصحوبيه دي اللي احنا بنقول اي حاجه لبعض وات ايفر، احنا غلطنا ما غلطناش رايحين في 60 سلامه مش مهم. فيبقى هنا القصه ايه؟ القصه ان انا بتكلم مع كائن عاقل. لازم نفتكر ده بقى كلام ربنا، مش كلام غرب ولا علم ولا حاجه، ده كلام ربنا، ده كائن عاقل. طيب عاقل يبقى انا بخاطب الايه؟ العقل. فلما تيجي هي تقول لي، اقول لها الولد ده ايه بقى نظامه؟ ده المفروض طريقه الكلام. الولد ده ايه نظامه؟ إيه كذا، عرفته في كذا كذا كذا.
طيب بيقول ايه؟ نشوف بقى الشات او الحاجه اللي حصلت بيننا وبين بعض. طيب الولد ده شاطر، يعني في المدرسه معروف ان هو بني ادم من الناس اللطيفه الكويسه المحترمه المؤدبه، ولا ولد كذا وكذا وكذا؟ تقول لي. طيب احنا عايزين دلوقتي نعرف الولد ده شايفك بني ادمه محترمه وبيحترمك زي ما هو بيحبك، ولا مش بيحترمك؟ هتقول لي ازاي نعرف يا ماما؟ هقول لها نقول له ان ماما عرفت. ماما عرفت وبالتالي ماما عايزه تتكلم معاك. لو هو رحب يبقى احنا هنا في احترام وفي البني ادم ده مهذب ونقدر نشوف هنعمل ايه. طيب لو هو مش محترم هيجي يقول ايه؟ يا ماما ايه وبتاع ايه ومش عارفه ازاي، ويقفل السكه ويعمل لي بلوك والكلام ده كله. ساعتها بقى يبقى حتى لو بيحب حضرتك فهو مش محترم. ما ينفعش بقى اقول لا ما بيحبكيش وده عيل ومش عارف ليه. لانه ما بيحبكيش دي هي ما بتشوفهاش ما بيحبكيش، هي بتشوفها وبتترجمها في دماغها انا مش كافيه للحب، انا ما ينفعش حد يحبني، فانا بخبط لها ثقتها في نفسها. السن ده بيبقى السن بتاع اثبات ان انا مرغوبه من الطرف الاخر. ده هرمونات، ده بتاع ربنا، ده مش لانها قليله الادب ولا هو قليل الادب، لا ده حاجه لو ما حصلتش احنا هنقعد نلطم، لانه هيبقى فيه خلل هرموني وهتبقى مصيبه سوداء هتيجي على دماغنا بعدين. فيبقى احنا هنا بنقول الكلام. يبقى انا الاول قلت لها ايه هو الولد، ايه الكلام اللي حصل بينا، طيب هل بيحترمك ولا ما بيحترمكيش؟ طبعا 99% بيحصل ان الولد بيختفي بعد ما بيعرف ان ماما عرفت. طيب افرض بقى ان احنا سيئين الظن والواحد في المية ده الولد هيتكلم. تمام، انا بقى هبدا اشوف الولد سواء بقى وانا بعديها في الدرس، في النادي، بغض النظر يعني هشوف. ولا هجيب بقى سيره البنت ولا هقول كلام وانت قصدك ايه وايه اللي في نيتك. الواد عيل اساسا، هيبقى اكبر منها بسنه ولا بتاع ولا قدها في الفصل ولا اي حاجه. فيبقى ساعتها هنقول ايه؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ انت ايه اخواتك؟ ماما مش عارفه ازاي، انا عرفت انك بتكلم بنتي. طيب ايه بقى ايه؟ هنتكلم وننسى المذاكره؟ هنتكلم ونقعد نفكر بقى انا بحب وبعمل وكذا وما نبقاش؟ لا، احنا لازم ننظم الموضوع ده. والموضوع ده لو حصل وانا مش عارفه انه في الاوقات اللي احنا اتفقنا عليها او كذا، يبقى نعطل بعض عن المذاكره، ويبقى ممكن قوي يبقى في حاجات غلط بتحصل وانتوا بتخبوها وكذا وكذا وكذا. لو الولد انتظم معايا، والله اجمع ناس اتجوزت ناس كانت معاها في المدرسه. يعني ممكن بنت جديده تتجوز اول تانية جامعه ولا ثالثه جامعه، زي ما البنات بيتجوزوا ابن عمها وبتتجوز الولد اللي كان ابن الجيران وي وي وي، ودي جوازات بتنجح وكل حاجه مفيش مشاكل، ويبقى ربنا ريحك يعني. خلاص ولقينا ايه واخطب لبنتك ولقينا الموضوع. لو الموضوع مش كده وحصل تجاوزات، انا هبدا اقول له لا بقى انا هكلم ماما، ونبدا نوصل لماما الثانيه اللي هي مامه الولد، وهكذا. طبعا غالبا هو هيروح يقول لماما وماما هتبقى عارفه وهي هتكلمك والدنيا بس يعني لو الولد احتفظ بالسر بيننا وبين بعض احنا الثلاثه وما راحش قال لماما، انا بقى ساعتها اللي هوصل لماما. يعني القصه هنا نقول ايه؟ انا بتعامل بعد المراهقه مع كائن بالغ عاقل مكلف، ده تعريف ديننا اللي احنا ننتمي اليه. وبالتالي انا لازم احترم ان انا بتعامل مع عقل، مش بتعامل مع عيله، مش بتعامل مع اهوج، مش بتعامل مع طفل. احنا كده لو اتكلمنا بالطريقه دي يبقى احنا كده اللي بنخالف المعتقدين بيه، وعندنا بقى ايه يعني ازدواجيه وحول في المعتقدات، وده مش صح ومش هيوصل لاي حاجه ترضينا. يا رب نكون استفدنا ويومكم